يا صباح الخير على كل اللي بيتابعني واللي مش بيتابعني وما يعرفنيش. انا لونا. لو انت عروسة وبتجهزي الفيديو ده معمول مخصوص ليكي. هقولك على حاجات هتوفري فيها لحد اختيارات ذكية تفرق معاكي في جهازك. تابعيني للاخر عشان اقولك على حاجات بجد هتوفر عليكي فلوس ووقت. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك للقناة علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. نبتدي اول حاجة بملايات السرير. ملايات السرير هاتيها قطن بلاش البوليستر علشان هتحرك قوي وهتندمي انك اشتريتيها. هاتي ملايات السرير الاستك اريح لك بكتير قوي، وكمان بتفضل ثابته على السرير وبتبقى حلوه جدا. وكمان هاتي الكفرات بتاعه المراتب بتثبت الملايه اكتر وبتخليها مظبوطه ومتتحركش للناس اللي عندها كده وسواس. وتحب الملاية تبقى مظبوطة. هاتي الكفرات دي هتساعدك جدا وهتخلي المرتبة نظيفة وتحافظ عليها. ركزي قوي هتجيبي ايه حاجات للمطبخ استانلس منين علشان اغلبهم بيصدي، يعني حاولي الاستانلس بالذات تشوفي حد يعني واثقة فيه علشان بعد كده الحاجات دي لو مش مضمونة بتصدي للأسف وبتترمي. مش تشتريش شوك ومعالق مطلية الوان لاني في الاخر بتقشر. هاتيها استانلس احسن نضيف وبيفضل على لونه. رفايع المطبخ نصها ترندات وحوارات ملهاش لازمة ومش هتحتاجيها. هاتي اللي انت هتحسي بيه بس ان انت محتاجاه وهتستعمليه فعلا. بلاش حاجات كتير هتلاقي نفسك عملتي كركبة على الفاضي وما بتستخدمهاش في الاخر. اعملي كده بقى تناسق بين اشكال كوبايات الكوبايات والكاسات اللي انت هتستخدميها في المطبخ، لاني اعملي حساب ان ممكن تعملي عزومه، يبقى اهل جوزك اهلك، تبقي محتاجه كوبايات نفس الاشكال وتبقى متناسقه وشكلها حلو. لما تعملي عزومه كبيره هتنفعك جدا. فحاولي تبقي عامله تناسق بين اشكال الكوبايات والكاسات. الموب المساحه اللي طالعه جديده دي احلى اختراع بجد. ده احلى حاجه اشتريها بجد. جو فوط المطبخ اهم من المطبخ بجد. دي اهم حاجة. فوط المطبخ مهمة جدا. في الفوط اللي هي بتشرب الزيت، وعندك انواع كتير قوي. فوط الفايبر دي تحفة. كل الفوط دي مهمة جدا. هاتي باسكت صغنون كده يكون شكله لطيف لكل اوضة يليق بيها على الديكور، يعني بتاع الاوضه، اوضه النوم، اوضه الاطفال، الريسبشن. هتفرق معاكي وهتنفعك جدا. لبس البيت اهم من لبس الخروج بشوية، يعني اهتمي جدا بلبس البيت واهتمي كمان. بلاش تجيبوا يا بنات اللبس يكون مظبوط عليكي بالظبط قبل ما تتجوزي. بعد الجواز هيبقى في حمل وتغيرات في جسمك. هتبقي محتاجة الهدوم اللي تبقى واسعة عليكي شوية وتبقى ما تبقاش خانقاكي. فاعملي حساب ان ممكن جسمك يزيد شوية بعد الجواز. اشتري حاجات عملية تستعمليها اكتر من الديكور. بالنسبة للديكور مش بكتره، خليكي بسيطة، يعني بلاش تكتري قوي في ديكورات كتير تبقى ملهاش لازمة. تيجي تفرشي الشقة بتاعتك هتحسي ان اني جبتي حاجات ملهاش لازمة ومش هتستخدميها، يبقى دفعتي فلوس على الفاضي. فاهماني؟ حاولي تعملي تناسق في الوان الحاجة اللي بتشتريها كديكور او لون سجاد، لون لون مثلا ديكور اشتريتيه هتحطيه هنا. ما تنسيش اكتبي مثلا لون الصالون بتاعك علشان تجيبي ديكور مناسب ليه. فعلشان ما تتلخبطيش في الاخر وتدفعي فلوس على الفاضي وتلاقي نفسك جبتي ديكورات في الاخر ملهاش اي لازمة ودفعتي فلوس على الفاضي. في حاجة بقى مهمة قوي. بصوا، خدي مقاس السجادة بعد ما تحطي العفش بتاعك. يعني في بنات بتاخد للأسف مقاس السجاد قبل ما تحطي العفش، طبعا بيبقى شكله مش لطيف خالص. لازم يا بنات تفرشوا الأول وتحطي العفش بتاعك وبعد كده تاخدي مقاس السجاد. لأني طبعا مقاس السجادة بتحطيه مثلا هتحطي الصالون، فبتاخدي مقاس السجادة بعد ما الصالون، لأن مش هنحط السجادة تكون كبيرة ونحط فيها الصالون شكلها وحش جدا. السجادة يا دوبك بعد ما تحطي الصالون بتاعك بيبقى المقاس بتاعها من بعدها، ويفضل تكون صغيرة ما تبقاش على قد الصالون بالظبط علشان يبقى شكلها شيك. بلاش طقم السيراميك
لاني مش عملي وبيبوظ للاخر. عايزه اقولك تشتري طقم جرانيت يكون غالي ويكون حلو ومن حد موثوق فيه، احسن واريح لك بكتير قوي، احسن من السيراميك لاني فعلا مش عملي. بلاش مفارش اللي هي السوري المطرزه دي، لاني في الاخر بتبوظ وبتتفك ومش عمليه خالص يا بنات. احسن حاجه واهم حاجه واخر حاجه هقولها لك هي الفواحه، ثم الفواحه هتفرق معاكي جدا. ولو افتكرت حاجه تانية هعمل لكم فيديو جديد بالحاجات اللي انا افتكرها وانا اشتريتها. انا بقول لكم عن تجربه، في حاجات مش عمليه اشتريتها وانا مش عايزاكم تغلطوا زيي، فانا بقول لكم على الحاجات اللي انا ندمت عليها. لو افتكرت حاجات تانية هعمل لكم فيديو تاني، جزء تاني، واقولها لكم.